اللي هو عقد قناة السويس المزور. 99 صفحه. الترند كان بيتعمل مع ايدي كوهين رسمي. يحيى موسى هو السنه دي بتاع العصر ده. المدير الحقيقي للجماعه هو النظام الخاص ده طول تاريخها، الباقي صور. سؤالي بقى، الناس دي يعني ما برضه ممكن حد بيتفرج انتوا يا جماعه بتشيطنوه، الناس دي هل في احتمال، وهتكلم عن اسم محمد منتصر، هل في احتمال ان هو مثلا عمل بيزنس فربنا كرمه فجاب قرشين وبيصرف على القضيه يعني، ولا ارتباط باجهزه معاديه؟ 100% يا فندم. انا بتكلم في فلوس. يعني الشرق كانت بتعمل ايفنتات خصوصا في رمضان لما انقسمت الجبهتين، جبهه محمود حسين تعمل افطار، فترد جبهه صلاح عبد الحق تعمل افطار اللي هي بتاعت لندن الشرق. واحكي لك قصه بقى الانقسام الثاني. ولما ارجع تاني لحته عزت وكمال لان دي مهمه. كل الرابطه بتاعت زوبع تعمل افطار، ايفنتات طول الوقت. اللي حضروا الايفنت بتاع شباب التغيير اللي هو اول ايفنت اعلنوا بيه على نفسهم قبل بقى ما يستخبوا تحت اسم ميدان، اتكلموا عن كميه فلوس يعني ما اتشافتش قبل كده في اسطنبول. وبعدين الفيلم اللي احنا بنتكلم اللي هو بتاع اللي منتصر عمله ولا المنتصر ويحيى موسى وحاطين في الواجهه كده رضا فهمي عاملين رئيس مكتب سياسي كبير يعني. هو النظام الخاص يغيروا بقى اسمهم. والاخوان دايما بيلعبوا في حته الافيش، كل ما مسمى عندهم يتشبه زي لواء الثوره فنعمل حزم فنعمل ميدان. كل ده النظام الخاص، كل ده المدير الحقيقي للجماعه، كل ده الجزء الاكثر التصاقا بالاجهزه المعاديه. في قصص واضحه ما كانوش منتبهين او من فكره ان احنا غير مؤهلين ان احنا نفهم، بس انا اراد ربنا ان اكون حاضر وهي بتتعمل اللي هو عقد قناة السويس المزور. 99 صفحه. الترند كان بيتعمل مع ايدي كوهين رسمي. يعني الترند وانت هتكتب كده وايدي كوهين يشير ويرتوت فيدي مصداقيه ان اتباعت قناه السويس، ويطلع احد المتحالفين معاهم في قناه فضائيه يقول لك ايدي كوهين صحفي، وشاروا الفيديو ده على فكره، صحفي مشاغب بس بنعرف منه حقائق، بنعرف عن مصر حقائق غايبه عننا. يعني بابسط التحليلات بيشار عن تدخل ايدي كوهين العنصر المساعد في الشارع المصري. طبعا ما احنا بنعرف منه حقائق بقى. بس ده كان تمهيدا انه لما يرتوت عقد قناه السويس المزور الفتره دي اللي هو بدايات 2022. ما طبعا كانوا كلام ان فيها تحصل حدث كبير في المنطقه انا مش هسمي دول، بس لو تلاحظ ان كان في قصف اعلامي ضد الدوله المصريه، ويقول لك تقارير وتلاقي دوله مالهاش دخل، تلاقي تقرير يقول لك وزاره الخارجيه في الدوله فلانه الاوروبيه. طب انت دخلك ايه؟ احنا نعرفك في علب السمنه ومنتخب الكوره، تعملي تقارير وزاره الخارجيه عن الدوله المصريه. لو تلاحظ في بدايات السنه دي كان في قصف اعلامي ضد اللي كان هدفهم. انا قلت في حاجه هتحصل السنه دي لان انا فهمت اللعبه بقى، فهمت اللعبه بتتعمل ازاي والاسماء دي ازاي، واللجنه الاعلاميه بيتدربوا فين عشان يطلعوا في مؤسسات اعلاميه غربيه وبعد كده يتصدروا في قنوات عربيه وهكذا. فهمت، وفعلا حصل الخطه الكبيره اللي احنا فيها دلوقتي، تقسيم الشرق الاوسط. طيب يحيى موسى، مين هو يحيى موسى اللي برضو بالصدفه يقول لك ده راجل طيب وجميل زي محمود عزت كده ومتعلم ومحترم فقول لنا من هو يحيى موسى؟ وهل برضو في احتمال انه يحيى موسى يكون بيتصرف كده من نفسه عشان هو مؤمن بالقضيه وشايف ان العنف هو السبيل، ولا في ارتباطات خارجيه؟ لا، ارتباطات خارجيه دي استاذ لؤي يعني خليني استعير تعبير شائع، لقد هرمنا. مفيش حد بيفتح لك بلاده ويديك باسبور ويسيبك تقول اللي انت عايزه طالما
بتحاول تأثر على الجبهة الداخلية المصرية إلا لو كان مستفيد. القنوات الفضائية دي بتصرف مئات الآلاف من الدولارات شهريا، مفيش إعلان. مين اللي بيصرف 15 سنة؟ ده جهاز. أنا بتكلم عن معلومة يعني. أنا بتكلم عن معلومة ولقاءات وقعدت مع هو الناس. مفيش إعلان لأنه بديهيا كده أنتوا موجودين في دولة غير الدولة بلغة غير اللغة، فما فيش هيبقى في إعلان. مين هيجيب عندك منين؟ إعلان؟ أنت بتصرف منين؟ التردد اللي على القمر الصناعي ده اللي على أيامي كان 50,000 دولار في الشهر بس، اللي هي الإشارة. طبعا دلوقتي أكيد بقى 100-150 في 15 سنة. ده منين؟ ده جهاز رسمي. وانا كنت رئيس تحرير وحضرتك قدمتني، ما في احد المرات جت اشاره من الجهاز هاجموا الدوله دي كله، البرامج ال 24 ساعه هاجموا الدوله دي، كانت دوله خليجيه يعني، كان هاجموا الدوله دي. فانا بتكلم عن معلومه انا واقع عشت فيه. تمام. يحيى موسى فيحيى موسى، لا، يحيى موسى هو زي ما قلنا ان الهامي هو سيد قطب الجديد، يحيى موسى هو السندي بتاع العصر ده بالظبط، اللي بينفذ اللي بينفذ العنف واللي بينفذ القتل، اللي وجهة نظره ان مفيش حل الا اللي هو الهامي يعبر عنه يعني، مفيش حل الا بالقوة، مفيش حل الا باستخدام العنف، مفيش حل الا بالتفجيرات، مفيش حل الا بتخزين السلاح. فيحيى موسى ده هو السندي، منتصر هو البوق الاعلامي بتاعه. هو خد الشدوى ايام ما كان كمال قال له المتحدث باسم الجماعه، هو عزت يعني. فترة ان محمد منتصر المتحدث باسم الجماعة ده كان قرار عزت ومحمود حسين وكمال. انا اقول في الفترة دي ما كانوش مختلفين. هو الاختلاف لما ابراهيم منير راح لهم، حتى عصام تليمة عامل فيديو قال لك ايه ابراهيم منير بيقول لو ما سكتوش ادي اسمائكم MI6. عصام تليمة قالها كده في الفيديو، والفيديو موجود. هو اللي جالهم بالاشارة دي ابراهيم منير، قعدوا معاه هناك وقالوا له الموضوع مش نافع خلاص، اقلب الاسطوانه بقى حقيقه ومظلوميه، اتهزمتوا، رجال الظل هزموكوا. يحيى موسى كان من الجبهه بتاعت محمد كمال اللي قررت انها تكمل. وفي جمله عظيمه بالظبط كده، مش قررت تكمل، هو دوره ده، هو السندي، ما كانش ينفع على السندي، ما اعرفش حاجه ده وظيفته. ما هو انت الجماعه بتطلع بكذا روح وكذا منظر. في السندي تمام، وفي مثلا اللي كان الغزالي ايام حسن البنا التنظيم، في اللي يطلع بالشكل قطب العربي، انا هطلع عامل مركز حريات اعلاميه، ده دوري. وفي اللي دوره السندي، انا بتاع عمر ده ما يبقى ده وعمر ده ما يبقى ده. لكن نعرف منين بقى؟ يمكن انا راجل بظلم بتبلع عليهم، راجل بقول كده عشان جوه مصر، رغم ان انا قلت ده الحمد لله من وانا بره مصر. فيلم زي اللي اتكلمنا عنه ده، الطريق الى القاهره، رسالته واضحه، هنعمل فوضى ندخل نتنياهو. وطلع الهامي قال لك علامه نجاحنا احتلال سيناء، صح؟ مش دي حاجات معلنه؟ هل طلع محمود حسين تبرأ من هذا؟ لا. انا حتى كتبتها وقلت انا عدى 24 ساعه ما حدش تبرأ من الفيلم. هل طلع صلاح عبد الحق؟ هل طلع حلمي الجزار؟ هل طلع قطب العربي؟ هل طلع معتز مطر؟ هل طلع محمد ناصر يقول لك ايه الكلام ده؟ احتلال سيناء ايه علامه نجاحنا؟ محدش نجح. ليه؟ لان المدير الحقيقي للجماعه هو النظام الخاص ده طول تاريخها. الباقي صور، الباقي قنابل دخان عشان تغطي على المجهود الحقيقي. طيب. اللي هو بدرب شباب لنشر الفوضى والاضطرابات في مصر. وسط بقى المجهود الحقيقي بيجي محمد إلهامي، ودي برضو من ابداعات مسلسل راس القفا على فكره. ليه؟ لان مسلسل راس القفا عايز يقول ان هي حرب افكار، هم كام كاركتر عند الاخوان بيستنسخوهم. دي من الرسائل اللي بين السطور في المسلسل. محمد إلهامي ده بيجهزوه عشان يكون المنظر للتطرف وللعنف لقواعد الإخوان، اللي بيديهم الأصل الشرعي من وجهة نظرهم لخيانة الدولة المصرية. وإحنا عرفنا المستفيد دايما ولاد العم، فمين اللي بيديهم الأصل الشرعي ويصرفوا على كتبه بطباعة. في نموذجين ظهروا مع محمد ناصر واي حد، اللي هو يونس خان، اسمه يونس خان، محمد ناصر هو اسمه اختياره الحقيقه. حضرتك كنت قلت الكلام ده قبل كده ان هو لا ده انا عندي وثيقه لا يعني يونس خان هو اختياره الحقيقه
موفق. والله هو اللي مختار القصه، يوسف امرأ عارف خان. اللي فيها. والله بجد، ده اسمه بجد. الورقه انشرها يعني تاني. ظهر معاه ومحمد ناصر كان بيلعن الفقره دي، بس كان دي مجبر عليها بنبوديه. ده هنا بيعمل ايه؟ بيصنع، هو بالنسبه له محمد ناصر الفاترينا اللي بيظهر معاه في برنامجه بيتلمع، بيشتهر عند القواعد. فكان مجبر يطلع معاه في حلقه اسبوعيه 50 دقيقه بالامر من نبوديه لمحمد ناصر. ومحمد ناصر كان مع مين بقى؟ مع إلهامي؟ مع إلهامي. هما 3 لو تلاحظ. إلهامي، أنس حبيب أيام ما كان لسه عيل صغير ما طلعلوش دقن، وأبو بكر خلاف اللي اشتغل في قناة I24 بتاعة الموساد. اللي يعرف محمد ناصر يقول لك أنا اللي يطلع معايا ضيف ده الاسم الكبير المنور، وينفسن عليه ويحاول يبين للجمهور ان هو مثقف اكتر منه. يعني محمد ناصر ما بيقبلش اي حد ضيف في برنامجه، يقول لك كده لازم كلاس ايه في الاسماء عشان يظهر ضيف في برنامجي. فمين محمد إلهامي ده بقى ولا أنس حبيب؟ ده محمد إلهامي ده كان فقره اسبوعيه ثابته، ويكلموا عن التاريخ الاسلامي اللي هو محمد ناصر ما عرفش فيه حاجه، ويطلع يشرح على الفيديو. انس حبيب وهو لسه عيل بقول لك ما كانش طلع له شنب، بس عشان الاسم ده ينور عندهم. وابو بكر خلاف اللي هي الفقره بتاعت كانت اسبوعيه عنده اللي كانوا مسمينها بالعبري. دول ضيوف اختيار وسيط التمويل، هو مش الممول يعني بيتقال ده رجل الممول، هو اللي بياخد الشنطه من الجهاز ويسلمها للشارع ومكملين وعربي 21 وكل المنصات الاخوانيه اللي بره دي. تمام. فكان بيجهزوا من هذا التوقيت محمد إلهامي ان هو يبقى سيد قطب الجديد، منظر العنف، لغايه ما يجي لنا محمد منتصر ويحيى موسى كان سبقه، يعملوا ميدان ضم عليهم. هنا مكانك، هنا شغلك. ده يعمل الفيلم اللي احنا اتكلمنا عليه طريق القاهره، والفيلم على النت وعرضناه، احنا ما بنتبلاش على حد. والتاني يطلع يقول لك ان من علامات نجاح مش عارف ايه احتلال سيناء. انا اخبرك، وهذا الكلام والله أنا ذكرته قبل سنوات، يعني إنه علامة نجاح الثورة هو نزول الاحتلال. علامة نجاح الثورة في أي مكان في بلداننا هو نزول الاحتلال. وأتذكر هذا الكلام كنت أقول في 2015 و2016، لأنه نحن الآن الأمة في وضع غريب تاريخيا غير مسبوق، وهو احتلال مركب مع الطغيان. فالطغيان هو احتلال بالوكالة، أو هو الصف الأول وطليعة الاحتلال، والاحتلال هو يعني الصف الخلفي أو الظهير. فحين يسقط الوكيل يأتي الأصيل. فبالتالي حقيقة أنا يعني أتمنى طبعا ألا يحدث، لكن القراءة الطبيعية إنه إذا سقط النظام السياسي إسرائيل ستجتاح سيناء. وهل سيكون هذا سيئا أم جيدا؟ في المدى القصير القريب سيء في المدى القصير، لكن في المدى البعيد جيد طبعا. اللي يقول لك ان فتح مصر اولى من فتح تل ابيب، هو بيحشد ضد الجيش المصري. والوثيقه الفكريه بتاعه ميدان دي اللي يعني كلها من اولها لاخرها ارهاب رسمي، واضح بقى انه له بصمات فيها. يعني هقول لحضرتك المرجعيه ايه بقى، وبرضه ده من احد الاسباب اللي مجنناهم. في جمله رخيصه قالها الجاهل سيد قطب، بس معلش اديني فرصه 30 ثانيه اثبت ليه بقول عليه جاهل، احسن ناس كتير يقول لك الاديب هو حضرتك خد وقتك براحتك. بس احنا عشان نثبت ان سيد قطب جاهل محتاجين نقول اسمه بس. يعني مش عايزين اكتر من كده. ليه كتاب اسمه مستقبل هذا الدين. شوف الاسم العاطفي بتاع الكتاب، فانا بقرا الكتاب ويقول لك اسم عاطفي اهو، يعني يقدر ياثر بيه على العامه. تمام. في الكتاب ده يقول لك ايه؟ الرجل الابيض انتهى، لا مفيش مستقبل الرجل الابيض. عارف انت عقليه مشجع الكوره، هي احنا اللي جايين يا اخي في حديث في صحيح مسلم يقول لك تقوم الساعه والروم اغلب الناس. فانا صدق سيد قطب، وانا راجل مش شيخ ومش ازهري ومش عالم، يعني انا بقرا بجتهد زي ما بقرا في كل حاجه، يعني زي ما قريت عن كونفوشيوس، بس انا عشان احكم عليه جبت كتبه وبقيت اقارن باللي انا اعرفه على قد حدود علمي. لما الاقيك قايل كلمه ضحكت بيها على الناس ان احنا المستقبل والراجل الابيض ماشي،
في حديث كمان ليه قصه ليها علاقه بعمرو بن العاص يعني. بيقول لك ان لا تقوم الساعه لو الروم فازاي انتهوا. هو حتى لما كتب في الظلال ما عندوش هوامش ان انا رجعت لابن كثير، ما رجعتش للسيوطي، ما رجعتش لتفسيرات الاولين واجتهدت لا 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 لا. ممكن اشارك حضرتك اتفضل. في موضوع جهل سيد قطب؟ اتفضل. برضه في ثواني بسيطه. اتفضل. لانه سيد قطب بالنسبه لي هو الشخص اللي كتب فكره في منتهى التفاهه، وده اللي خلاها تنتشر عند العقول الاخوانيه البدائيه. هي بالنسبه لي عقول بدائيه اللي هي ايه؟ ابيض واسود. المجتمع الجاهلي اللي هو البشريه كلها بما فيها المسلمين، والجماعه المسلمه اللي هي الناس الكويسين اللي هم سيد واصحابه. فالفكره دي هي ببساطه اي شيء تافه في الدنيا بيبقى ابيض واسود. الحياه بقى كلها في الرمادي وفي المساحات السياسه بالذات في الرمادي بالظبط. انما هي الفكره دي عشان هي تافهه وطلع من شخص جاهل، ما هو اللي ينتج فكره بالتفاهه والسطحيه دي لازم يكون جاهل، فعشان كده انتشرت عند العقول الاخوانيه. زي بالظبط كتاب زينب الغزالي كده كنا لسه بنتكلم عنه يعني قبل التصوير، اللي هو برضو ايه كله حاجات مش منطقيه يعني. فهي فكره التفاهه، صناعه التفاهه وتحويلها الجمله بيشيرها ايمن عزام المذيع الاخواني من كل فتره لفتره. قال لك هذه الجيوش التي ترونها على سنة 65 66، المهم بعدها بسنة عملنا شدوان ودمرنا إيلات وحاربنا وعلمناهم الأدب يعني. قال لك هذه الجيوش التي ترونها لن تطلق طلقة على إسرائيل. رؤية تمام؟ ما شاء الله. ما شاء الله. بالظبط مكتوب عنه اللحاف في الحقيقة. والله هي فعلا دي ده يكشف عنه اللحاف بس يعني اللي طلع جمل زي الجملة دي دستور بيستنسخه إلهامي بس بصورة تانية. لما قال لك إيه يستعدي أحد الميليشيات يقول لهم كده، والفيديو موجود، أنا لو بينكم بس شيلوا الحاجز النفسي بدل ما تحاربوا إسرائيل اضربوا في الجيش المصري. قال لك عايزين نجمع كل الجيوش ونيجي عند الجيش المصري حاجة زي كده. جملة سيد قطب هدفها إيه؟ يسقط هيبة الجيش، يفرغ الجيش المصري البطل من مضمونه، من أهميته، من تاريخه. طب ما طالما هو ما بيحمينيش يبقى لازمته ايه؟ ده هو هل موجه بس، ده سلاحه ضدي بس، هو دي الحقيقة. تمام؟ يتحرر إلا بعد تحرر القاهرة ودمشق، وكل ما يفعله الفلسطينيون وأهل غزة من بسالة ومن معجزات ومن أمور مدهشة وأسطورية إنما هو تأجيل للمعركة وتمديد للمعركة. وأنا لو أتولى قيادة حماس ولا قيادة القسام، أنا سيكون قراري إن حماس تعمل في مصر. تعمل في مصر والله يا جماعة زوال نظام السيسي أفضل على الأمة من زوال نتنياهو، والله العظيم. وأنا أقول هذا وأنا معتنق له مؤمن به كالدين. فبيشيل الفلسفة من فكرة الجيوش الوطنية عشان يستعدي الميليشيات عليها. تمام؟ اللي بيحصل دلوقتي اللي هو بالظبط ده خطاب إلهامي ارجع له. اطلع كام شهر مع محمد ناصر ضيف أسبوعي، اتلمع عشان تعيد إنتاج سيد قطب. لأن سيد قطب قصته غريبة قوي. أولا سيد قطب ده نص كل حاجة، لا جاب ناقد، لا جاب أديب، لا جاب قصاص، لا جاب شاعر، لا جاب مفكر إسلامي. هو اللي قال لماذا صرت ماسونيا، فسافر أمريكا سنتين برضو اللي اختاروه للبعثة دي. هل ده صدفة؟ والله أعلم، بس هم اختاروه سنتين أمريكا عشان يرجع بكذبة، والكذبة دي ليها قصة. يقول لك أنا عندما توفى حسن البنا وجدت الأمريكان بيحتفلوا ويقرعوا كؤوس الخمر. تمام؟ فعشان كده قررت ارجع ان الامريكان اللي كانوا لسه غالبين هتلر اللي هو اول من عمل الصاروخ V1 وV2 والطياره النفاثه تمام والبنزر الدبابه، ما نزلوش احتفلوا يعني موضوع ما نزلوش احتفلوا الامريكان، لكن احتفلوا لما مات سيد قطب. ايه بقى قصه الجمله دي؟ مات حسن البنا. لما مات حسن البنا. سالت واحد اخواني اللي هم
لان والله الاستاذ ده يشاكك ان هم الدكتوراهات هم بيدوها لبعض في الجامعه، يعني ده يروح لاستاذ اخواني عارف انه اخواني ويعمل له رساله هو هينجحك، لان انا شاكك فيهم. العقليه دي مش واحد منهم بيحكي لي القصه دي، فهو ما انا بقول له ده يا باشا ده كان بيحك في الضباط الاحرار، وكتب مقاله ان الثوره البيضاء 52 يجب ان تتلون باللون الاحمر، وكان بيحرض على الاعدامات اللي حصلت في 52، وكان عايز وزاره المعارف. لما الرئيس عبد الناصر قال لك ده يخرب عقول الطلبه بتطرفه، فجاه قلب اخوان. ازاي؟ وكان ماسوني. ايه يا عم اللي طالع بثلاث ارواح دي؟ فسالته في القصه دي، بيقول لي فبيحكي لي قال لك لا، فقرر لما لقى الامريكان فرحانين وفي الشوارع، قلت له حلو قوي وانت راجل اهو هنا في اسطنبول وشغال في الاعلام وحاجه كبيره ما شاء الله يعني محترف. احنا عارفين ان الامريكان بيستقوا معلوماتهم من الميديا. سنه 49 ما كانش في انترنت. هات لي صحيفه امريكيه نشرت لهم الخبر بقى منشط عشان طبعا تحصل عند الامريكان الدفقه الشعوريه عشان ينزلوا في الشوارع يقرأوا كؤوس الخمر. ومش بس بقى منشط، لا ما هو لازم في مقالات كتير عن حسن البنا، حدث بقى احذروا من لا قبل ما يموت. ما انا لازم اشحن الشعب. احذروا ده هتلر ده ولا حاجه، ده حسن البنا هو الجامد واحنا خايفين منه، ده الرعب القادم من خلف البحار. فلما يعرفوا خبر موته منشط ينزلوا. قال لك فغطس شويه وقال لي والله العظيم والله العظيم، قال لي ما انا عارف ان في بعض المبالغات لا ما اتنشرش، بس ده سرش. هو كان مصدق من غير ما ده كان مؤمن. مش انا ليه بقول عليهم زومبي، والله ما بظلم. الناس متبرمجه فعلا. يعني هم واحد من الاخوان برضو دي خارج على الموضوع بس هنرجع للهامي، بيحكي لي بيقول لي بقى يعني ازاي الجماعه يعني حاجه عظيمه يعني. تمام. بيقول لي ده احنا بنعمل اجتماع كده مره، نقعد في صاله احد الاخوه ضلمه، قاعدين مربعين محدش ينطق عشان يعلمونا الانضباط والجلد لغايه قبل الفجر بنص ساعه. واحد يبدا يكلمنا كده عن تاريخ الجماعه وبعد كده يأذن الفجر يقومنا. انا كنت قريت عن البرمجه العقليه، كان دكتور امريكاني من اصل يهودي اسمه دكتور نورمان باين اللي اول من، وكانت بدايه الفكره ان في الحرب الكوريه وجدوا ان في جنود امريكان رجعوا من كوريا معتنقين الفكر الشيوعي ومش عايزين يقولوا ليه اتغيروا من امريكان الشيوعيين. فلما بداوا يبحثوا عن الموضوع قال لك لان هم بيفتحوا لهم نقط ميه طول الليل في زنزانه ضلمه، صوت الميه ده بيبقى عذاب. وبعد ما يعذبوهم ويضربوهم في الانهاك البدني بيبدا يكلموا على الشيوعيه، فالجسم بيستجيب في اللاوعي بتاعه اذا تعرض لاذى بدني لاي تلقين وبيؤمن بيه. تمام. ده بحث دكتور كان اسمه نورمان تقريبا اللي اتكلم فيه. فانت لما بتقعد واحد من بعد صلاه العشاء لغايه صلاه الفجر في الصاله وهي ضلمه وما ينطقش بقى والا خالف السمع والطاعه وهكذا. اللي حكى لحضرتك الكلام ده شخص حضر معاه يعني عمل الطقوس دي، عمل ده. بيحكي لي ان دي بتثبت انها جماعه قويه. تمام. زي واحد قال لي ايه بمناسبه السمع والطاعه يعني اللي اتكلم عنه من المسلسل، يقول لي انت كنت يجي لنا اوردر كده، انت هتمشي من امبابه لغايه مدينه نصر، هتقابل الاخ فلان الفلاني وهيديك تكليفات مهمه جدا عشان خاطر الاسلام والمسلمين، وتاخدها مشي ما تركبش مواصلات. فيقول لي كنت اخدها مشي لغايه ما اقابل فلان الفلاني ده اللي هو مثلا مسؤوله او مسؤول هو اللي قال له تقابل فلان الفلاني، سلم عليه ويقول له احسنت برافو عليك. بس كده بس كده. عشان يسلب عقله يعني ما يبقاش عنده اراده. بالظبط. ده لما بيحصل من سن التجنيد بيطلع الزومبي في الاخر، اللي لما بتبدا تقول له ان اللي انت عشت مؤمن بيه ده غلط، ان رسائل حسن البنا فيها الضربات دي. ده كان بيمشي من امبابه لمدينه نصر او يقعد في الضلمه من بعد صلاه العيد ما يتحركش ما يرمش، قال لك عشان نتعود على الانضباط. طيب العوده بقى، وانا هنا مش هرجع لإلهامي لوحده لان انا برضو بجمع مع حضرتك كده الصوره. فانا شايف انه مؤسسه ميدان ويحيى موسى اللي هو، او خلينا نبدا من إلهامي المنظر، بعدين يحيى موسى اللي هو السندي المنفذ،
اللي هو عمليه النائب العام اللي شفناها من كام حلقه. وفي جمله في المسلسل لما قال له انا عندي فكر اكبر العواجيز اكبر دول منكم تفهموه. قال له طب ما انت هتاخد فلوس من غير عزت، هتجيب التمويل منين؟ قال له التمويل حاجه سهله. لو تلاحظ دي اتقالت في المسلسل، من مصروف وبزنس منتصر. من مصروف منتصر، صح بالظبط. صح. كشك السجاير، فتح كشك السجاير تحت الفيلا في اسطنبول. ومنتصر اللي هو البوق الاعلامي. انا شايف مع كمان الوثيقه الفكريه والكلام اللي هم بيطلعوا يقولوه، انا هنا مش قدام مؤسسه اعلاميه ولا مجموعه شباب، واعذرني على سذاجه السؤال يعني، ولا مجموعه شباب قاعدين بيتكلموا في قضيه. انا شايف تنظيم ارهابي يستعد لمرحله من الفوضى والتجنيد، مش افراد ولا هم مجموعه شباب وخلاص. يعني وقت ما طلع الفيلم ال7 دقايق الطريق الى القاهره اللي بيقول فيها هنعمل فوضى عشان ندخل نتنياهو ومكان يهجم على السجون تاني، الفيلم بيقول كده. تمام. هو كان بروج انتبه، لانه هو كان قال له استعد، الاشاره هتيجي ان الضابط قال له حاولوا في الفتره الجايه دي تترمزوا عشان بعد ما تولعوها هنيجي فتره نقول لكم قول للناس ارجعوا في بيتكم عشان نخش نحكم بقى. الترفيس والصياح ضد المسلسل مش علشان محمود عزت راجل طيب. الفايل ده جالهم عن طريق جهاز استخباراتي. هو منتصر ويحيى موسى وإلهامي بيشتغلوا ايه؟ يا باشا تمويلات واكتر مما اي حد يتخيل. كان في شغل وفلوس بتزيد السنتين اللي فاتوا. ليه؟ عشان دبابه نتنياهو تخش، عشان مخطط التهجير.